بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبلش درس كيف إن نغير لون الخلفية لأي صورة بدنا إياها. طبعا العملية سهلة. نبدأ بأداة التحديد، نبدأ نحدد في الصورة في كل مكان في الصورة. إذا كنا بدنا دقة أكثر ممكن نكبر الصورة ضغط على كنترول مع زائد. هلا هون نحدد الأجزاء اللي بدنا إياها. طبعا مش مشكلة هاي الزوائد لأنه بالنهاية راح إحنا نمسحها من الصورة. اللي بصير معاي هسه إنه أنا قاعد أحدد الصورة تحديد عشان أرسم. طبعا هاي العملية بدها تدريب عالي عشان تقدر 100%. في بعض النقاط لازم تحاول تطلع عن الشكل المطلوب. حاول تكون دقيق جدا في العملية. هيك احنا خلصنا التحديد اللي بدنا اياه. هلا ممكن نختار أداة السلكتر. لاحظ الصورة ممكن تتحرك معي زي ما بدي. هلا بروح على edit cut. لاحظ صار عملية فصل الصورة. هسا بتخلص من الجزء الباقي عندي هون الموجود في الصورة. بروح على select all. لاحظ صار في تحديد عندي كامل في هاي المنطقة. هسا بإمكاني بكبسة delete اللي موجودة في الكيبورد بشطب الصورة المتبقية. برجع على edit paste عشان أنزل الجزء اللي أنا عملت له cut. لاحظ هسا بإمكاني أرتب الصورة زي ما بدي. اللي استفدته أنا من هاي العملية إنه أنا هون صار عندي تو لاير. اللاير هي عبارة عن طبقة. أنا حاليا عندي طبقتين، طبقة الصورة اللي هي هاي، طبقة الخلفية اللي هي هاي. فإذا كنت أتحكم إشي بالخلفية لازم أضل على الباك جراوند. أما إذا كنت أتحكم بالصورة فغير ممكن أن أتحكم فيها إلا عن طريق إني أضغط عليها، ساعتها بإمكاني أحركها أو أعمل أي تعديل عليها. هسا أنا بدي أغير لون الخلفية. بضغط على الخلفية، بختار اللون اللي أنا بدي إياه، بعطيه أوكي، بروح على التعبئة وبضغط على الصورة. ما عجبني اللون هذا ممكن أختار لون ثاني وبرضه راح أعبيه باللون اللي بدي إياه. بضل عندي الحواف هاي الزيادة كيف أخلص منها؟ ممكن أجي أكبر الصورة شوي. لاحظ لازم أختار الصورة أول إشي من هون، بعدين أخذ أداة المنحاء، ببدأ أمسح الأجزاء الزيادة اللي معي. اللي استفدته من اللاير إنه أنا الجزء الخلفي هون لو بدي أمسح ما بمسح معي، لأنه أنا بتعامل مع اللاير اللي هي لاير 1.
لاحظ انه هاي العملية بدها دقة اعلى من عملية التحديد. ممكن تصغر الماوس برايت كليك، تصغر الرأس اللي انت بدك تمسح فيه زي هيك، وهيك صارت العملية جاهزة. لو اجى اليوزر وطلب منك تغيير لون الخلفية بعد هيك، بكل بساطة لازم ترجع على الباك جراوند، بعدين تختار اللون، تعطيه اوكي، تختار أداة التعبئة وتضغط برنامج التكييف. هيك خلص درسنا الأول في موضوع التحكم. طبعا عملية الحفظ، فايل، سيف از، بسمي الصورة الاسم اللي بدي اياه، بختار نوع الملف جي بيج عشان ما يكونش قابل للتعديل، جي بيج، سيف، اوكي، نسكر الفوتوشوب، ما بدناش نحفظ الصورة الأصلية، بدنا نفتح الصورة تبعتنا، هيك صار عنا الصورة جاهزة.